دكتور، بس أيضا إن نسأل سيادة القاضي مصطفى أيضا اليوم تثبيت الحكم يعني أو تثبيت الاقتصاد في سوريا، دعم الاقتصاد في سوريا يتطلب أيضا تثبيت الحكم السياسي في سوريا، يعني وضع صورة شاملة لطبيعة الحكم الذي سوف يكون. وسنستشف يعني من خلال يعني أبرز ما سينتج عن هذا المؤتمر من مخرجات. ولكن أنت برأيك اليوم كان هناك 3 قضايا رئيسية، وهي العدالة الانتقالية وأيضا صياغة الدستور وقضايا الحريات الشخصية، وهذه القضايا ربما القضايا ال3 والمحاور ال3 يعني تمثل خلاف كبير ما بين العديد من المكونات داخل المجتمع السوري، كل لديه معايير. ولكن أنت كيف تنظر برأيك، ماذا سينتج عن هذا المؤتمر برأيك؟ حياكم الله أستاذ معتصم وحيا متابعيكم الكرام. خليني بسط الصورة قليلا وأقول أن سوريا مع سقوط النظام كانت في واد عميق يحيط فيه مجموعة من الجبال. كل مشكلة من المشكلات التي تعاني منها سوريا هي بمثابة جبل من هذه الجبال. اليوم تسهيل هذه الجبال والخروج من هذا الوادي العميق حقيقة مسألة تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى تضافر القوى التي تسمح بهذا الخروج، سواء كانت قوى داخلية أو حتى قوى خارجية صديقة. لذلك لنأخذ المسألة على الشكل التالي: سوريا اليوم بحاجة إلى إعادة بناء ما تهدم. سوريا، وعندما نتحدث عن ما تهدم لا نتحدث فقط عن هدم مادة، وإنما نتحدث عن هدم مجتمعي وأيضا عن هدم إنساني. كل هذه المسائل تحتاج من سوريا إلى أن تضع القواعد الصحيحة لكي تنطلق على طريق هدم هذه الجبال وتسهيل هذه المناطق ومن ثم البناء عليها من جديد. يأتي هذا المؤتمر الوطني اليوم في ضوء هذه السياسة على ما أعتقد كخطوة أخرى على هذا الطريق. أعان الله من يتولى السلطة في سوريا أو من يكلف بمنصب مسؤولية بمنصب حكومة. نحن اليوم بحاجة إلى أن نضع اللبنة الأولى، واللبنة الأولى لكي توجد يجب أن يكون لدينا دستور نستطيع من خلاله وضع الضوابط والقواعد والتشريعات القانونية التي نستطيع من خلالها إحداث المؤسسات وبناء السلطات الصحيحة، سواء كانت السلطة التشريعية أو السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية، والمؤسسات التابعة لهذه السلطات التي تغطي قطاعات مختلفة: التعليم والصحة وجميع القطاعات ذات الصلة، لكي لا أطيل. فنحن بحاجة إذن إلى دستور